السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو هيكون معلومات عن اللغة الإنجليزية وطرق كمان لتعلمها. فطبعا الفيديو ده هيكون مفيد، فلو انتوا عايزين تتعلموا اللغة الإنجليزية ياريت تسمعوا للآخر. الأول هقول لكم المعلومات أو نبذة بسيطة عن اللغة الإنجليزية. طبعا هقول لكم 4 معلومات. أول معلومة إن اللغة الإنجليزية هي تاني لغة رئيسية في العالم، أو تاني لغة الناس بتتكلم بيها بعد اللغة العربية. تاني معلومة إن اللغة الإنجليزية أسهل بكتير جدا من اللغة العربية. أما المعلومة التالتة والرابعة فهتكون إزاي اللغة الإنجليزية أسهل. طبعا اللغة الإنجليزية عدد حروفها 26 حرف فقط، مقارنة باللغة العربية اللي عدد حروفها 28 حرف، فده يدل أن اللغة الإنجليزية أسهل. أما المعلومة الرابعة والأخيرة أن عدد كلمات اللغة الإنجليزية 600 ألف كلمة بس، أما اللغة العربية عدد كلماتها 12 مليون كلمة و300 ألف كلمة تقريبا. طبعا ده برضو يدل ان اللغة الانجليزية اسهل بكتير جدا من اللغة العربية، والحاجات دي تخليني اتحمس ومبقاش خايفة لما اجي اتعلم اللغة الانجليزية، لان انا متعلمة اللغة اللي هي العربية اللي هي الاصعب، فابقى متفائلة لما اجي اتعلم اللغة الانجليزية لانها اسهل من اللغة العربية. اما طرق تعلمها هنبدأها دلوقتي. طبعا في 4 طرق رئيسية لتعلم اللغة الإنجليزية، اللي هي التحدث، اللي أنا أتكلم باللغة الإنجليزية مع أصحابي، مع أهلي، مع أي حد، المهم أن أنا أتكلم بيها وأعتبرها زي لغتي التانية اللي أنا برضو بحاول أتكلم بيها. فده طريقة مهمة جدا أن أنا أتعلمها يعني. تاني طريقة اللي هي قراءة الكتب. قراءة الكتب أو المجلات أو أي حاجة فيها كلام عن اللغة الإنجليزية، طبعا ده بيساعد كتير جدا إني أتعلم أكتر وأزداد في تنمية اللغة الإنجليزية عندي، لأني مثلا أكيد لما هاجي أقرأ هلاقي كلمات مش عارفاها فهبحث عنها وأبقى كده عرفت كلمات أكتر. تالت طريقة اللي هي الكتابة، كتابة مواضيع أو كلام أو أي حاجة في اللغة الإنجليزية. أما الطريقة الرابعة والأخيرة اللي هي السماع، اللي هي أنا أسمع قصص أو أي حاجة باللغة الإنجليزية، ده كمان بيزيد من موهبتي أني أتعلم وبحسن السماع عندي، على أساس أن أنا لما أجي أتكلم مع حد وأنا بسمعه بقى عارفة هو بيقول إيه. فالأربع طرق ديت هي الطرق الأساسية علشان أتعلم اللغة الإنجليزية أو أي لغة كمان تانية، يعني غير اللغة العربية أو أي لغة غير اللي أنا عارفاها أو بتكلم بيها. طبعا الأربع طرق ديت ياريت تساعدكم، وكمان المعلومات ديت ياريت تستفيدوا منها وتحفزكم ان انتوا تتعلموا وما تخافوش ابدا من اللغة الانجليزية، لانكم متعلمين اللغة العربية اللي هي اصعب بكتير من اللغة الانجليزية، فده يخليكم ما تخافوش ابدا لما تيجوا تتعلموا اللغة السهلة. ياريت تكونوا استفدتوا من الفيديو ده بالاربع طرق ديت، وان شاء الله تفيدكم وتعملوا بيها. وكان نكون وصلنا لنهاية الفيديو، قلت لكم 4 طرق و4 معلومات عن اللغة الإنجليزية. كان نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وهتوحشونا لحد الفيديو الجاي، ومع السلامة. الأول عايزة أقول لكم إن هيظهر لكم دلوقتي اسمي في الانستجرام وصفحتي في الفيسبوك عشان تتابعوهم، عشان نقدر نتواصل مع بعض. ودلوقتي مع السلامة. سوري، كمان نسيت اقول لكم كمان حاجه، اللي هي لو عندكم اي اقتراحات لفيديوهات او عايزين اي فيديوهات عايزين نعملها، يا ريت تكتبوها لي في التعليقات وان شاء الله اقدر اعملها. كده بجد نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وهتوحشونا لحد الفيديو الجاي، ومع السلامه.